اعتذر أحمد سيد زيزو للمدرب ياستورب عن تصرفه في المباراة الماضية، ووعد بالظهور بمستوى مختلف خلال المباريات القادمة. فاجأ ياستورب لاعبي الأهلي في المحاضرة الفنية بتحميل العناصر الهجومية مسؤولية المشاكل الدفاعية، مؤكداً أن السرحان وعدم الضغط القوي بعد فقدان الكرة سبب استمرار الأخطاء الدفاعية. رفض محمد الشناوي الرد على انتقادات عصام الحضري أو غيره، مفضلاً التركيز في التدريبات لاستعادة مستواه. يعيش كامويش حالة إحباط بسبب تراجع مستواه وصعوبة استعادة ثقة ياستورب مع محاولات وليد صلاح الدين لإقناع المدرب بضمه للقائمة. عرض الأهلي أشعة كريم فؤاد على أكثر من طبيب ألماني بعد إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي لتحديد ما إذا كان العلاج تحفظيا أو جراحيا. طبيب الأهلي أحمد جاب الله يستبعد لحاق كريم فؤاد بأي مباراة هذا الموسم، إذ يحتاج من 1.5 إلى 2 مبدئيا للتعافي. قدم أكرم توفيق دعما نفسيا مستمرا لزميله كريم فؤاد بعد إصابته. عاد محمد شكري للتدريبات الجماعية للأهلي ليصبح متاحا للمباريات القادمة، مع مطالبات داخل الجهاز بإراحة بالعمري لتجنب الإجهاد. عاد رجل الأعمال ياسين منصور من دبي بعد فتح المجال الجوي ليتولى مهام رئيس النادي مؤقتا في ظل وجود محمود الخطيب في السعودية. أكد الأهلي لبعض الصحفيين عدم وجود نية حاليا لشراء مروان عثمان أوتاكا نهائيا من سيراميكا كليوباترا، وأن ما يتردد مجرد كلام سوشيال ميديا، واللاعب تحت التقييم حتى نهاية الموسم. أكد وكيل أعمال آليو ديانغ أن اللاعب لن ينتقل إلى بيراميدز أو أي ناد مصري، وأن أولويته الاحتراف في أوروبا. يستغل مدرب الترجي باتريس بوميل أسبوع الراحة قبل مواجهة الأهلي لمعالجة المشاكل الدفاعية للفريق قبل اللقاء في رادس. أكد باتريس بوميل أن قائد الترجي يوسف المساكني لم يصل بعد للجاهزية الفنية الكاملة. أكد محامي رمضان صبحي أن محمد الشناوي ليس له أي علاقة بقضية رمضان صبحي، وكل ما تردد شائعات. أكد عبد الظاهر الصقة المدير الرياضي للاتحاد السكندري رغبة النادي في تجديد إعارة محمد مجدي أفشة من الأهلي لموسم إضافي بعد تألقه مع الفريق. رفض إنبي تقديم موعد مباراته مع الزمالك 24 ساعة لرغبته في الاستعداد الكامل للمباراة المهمة. أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن ممدوح عباس لعب دورا مهما في دعم الزمالك ماديا مع خطة لصرف 150 مليون جنيه من مستحقات اللاعبين الموسم المقبل. تعرض محمد عبد المنعم لشد بسيط في العضلة الضامة ليستمر غيابه عن نيس في الدوري الفرنسي. يعيش حسام حسن حالة قلق بسبب الغموض حول إقامة معسكر منتخب مصر المقبل في ظل الأوضاع الإقليمية. انتقد إيهاب المصري المدرب تورب واعتبره الأضعف بين المدربين الأجانب في الدوري المصري، مؤكدا أن نبيل الكوكي ويوريتشيتش أفضل منه رغم امتلاكه أفضل لاعبين في مصر. انتقد عصام الحضري أداء الأهلي، مؤكدا أن الفريق يحقق الانتصارات دون أداء أو روح، ورشح مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي أمام الترجي بدلا من التدوير بين الحراس. قال المدرب طلعت يوسف أن خوان بزيرة أفضل حاليا من زيزو فنيا وبدنيا، وإن زيزو كان نجم الزمالك الأول بينما في الأهلي مجرد لاعب داخل منظومة. أكد طلعت يوسف أن انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري كان قراراً موفقاً لأنه أصبح نجم الفريق ويحظى بثقة الجماهير. أوضح أن الفرق بين محمود حسن تريزيجيه وزيزو حالياً أن تريزيجيه تطور مستواه وأصبح هداف الأهلي والأكثر إحساساً بالمسؤولية مع ياسر إبراهيم ومروان عطية. أكد أن الأهلي كان محظوظاً بإلغاء هدف المقاولون العرب عبر تقنية فار، مشيراً إلى أن الهدف الذي استقبله الفريق جاء نتيجة الضغط السلبي، وأن ياسر إبراهيم كان محقاً في لوم مروان عثمان في الهدف.